الجراحة الروبوتية في مجال جراحة الأورام قد أحدثت ثورة في علاج مرضى السرطان. إذن، ما هي مميزات الجراحة الروبوتية للمرض؟ ألم أقل، تعافي سريع، وعودة سريعة للعمل دون الكثير من التعقيدات. جعلت الجراحة الروبوتية المرضى يعودون إلى حياتهم الطبيعية بعد جراحة السرطان. إذن، ما هي المؤشرات لاستخدام الجراحة الروبوتية لدى مرضى السرطان؟ المرضى الذين يعانون من سرطانات نسائية مثل سرطان الرحم وسرطان المبيض وسرطان عنق الرحم وسرطانات الجهاز الهضمي مثل سرطان القولون والمستقيم والمعدة والبنكرياس، والمرضى الذين يعانون من سرطان الرئة حيث يمكن إجراء استئصال فص رئوي روبوتي، والمرضى الذين يعانون من سرطان الفم حيث يمكن إجراء جراحة روبوتية عبر الفم. الجراحة الروبوتية تعني الجراحة بواسطة الجراح وليس بواسطة الروبوت نفسه. يتم تحويل حركات يد الجراح إلى المريض من خلال الروبوت. في الواقع، يقوم الجراح بالعملية والروبوت ينفذ نفس الحركة داخل المريض. لذا، دعونا نعتمد الجراحة الروبوتية في جراحة الأورام لتحقيق أفضل النتائج من ناحية الأورام وأفضل جودة حياة لجميع مرضانا.